عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كدبه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن موضوع كسر الزيرو. كسر الزيرو ده مصطلح احنا بنسمعه في سوق السيارات عامه، لما نيجي نشتري عربيه مستعمله او نبيع عربيه مستعمله. الناس بتستعمل المصطلح ده عشان تبيع عربيه ان هي عربيه ما استخدمتش كتير ولسه بحالتها زي حاله الزيرو. يعني ايه اصلا زيرو يا جماعه؟ عشان في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه زيرو. زيرو معناها العربيه عامله 0 كيلومتر، فكسر الزيرو معناها ان هي كسرت الزيرو، ان عدد الكيلومتر ما بقاش زيرو خلاص. زمان كانوا بيستخدموا كسر الزيرو ده في العربيات اللي عامله 1000 كيلو 2000 كيلو او اقل من 10000 كيلو، يعني العربيه لسه ما عملتش اول صيانه ليها. طبعا لما تخش السوق تلاقي العربيات كلها بقت كاس زيرو، اي عربيه حالتها حلوه بقت كاس زيرو، مالهاش علاقه بقى بالعداد. عربيه عامله 120000 كيلو هي كاس زيرو، ليه؟ عشان حالتها حلوه. يا جماعه دي اسمها حاله ممتازه او حاله جيده جدا او حاله نادره. كاس الزيرو دي بالنسبه لي عربيه عامله اقل من 10000 كيلو، عشان بس نبقى متفقين ومرتاحين وما نبقاش نضحك على بعض في الموضوع ده. طب بعيد عن كده، اشتري عربيه عامله كام كيلو؟ العربيه حاله عادي جدا، ممكن العربيه تكون عامله 15000 كيلو طالع، وممكن عربيه تانية عامله 60 70 وعامله 120 كيلو، العربيه فعلا متحافظ عليها من بره ومن جوه ومن صيانتها والكلام ده كله. فمفيش حاجه اساسيه في الموضوع ده، هي الموضوع في الاخر العربيه حاله. ويا ريت يا جماعه نبعد شويه عن مصطلح كسر الزيرو ده، عشان فعلا مصطلح للناس اللي مش فاهماه ساعات بيصدقوه وبيفتكروا ان العربيه دي فعلا اكنها زيرو، وهي في الحقيقه هي مش كده. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم وصلحت شويه مفاهيم عندكم في سوق السيارات. ولو عندكم اي اسئله يا ريت تكتبوا لي في الكومنت تحت. كان معاكم محمد حجازي في كدبه مصدقينها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.